اللي قدامكم ده ممبار، لا ممباريزو وويسكي حلال هم اللي عاملينه. بقول لكم يا جماعه، هقول لكم على مكان كده مغير كونسبت سندوتشات المشاوي بقى لحاجه تانية خالص. هتحس كده ان انت في لعبه جي تي ايه. بصوا يا جماعه، الدخان اللي انتوا شايفينه ده مش حريقه، ده مكان اسمه كايرو 365 بيعمل مشويات. وابن اللذينه هو بيعمل بقى شويه اختراعات كده وافتكاسات رهيبه. الديزاين بتاع المكان خطير، فكرك كده في جي تي ايه. بيعمل ممبار كده اسمه ممباريزو مدور كده، بيعمل بقى سندوتشات المشاوي اللي هي في العيش الصامون والحاجات دي. بعيد بقى عن سندوتشات المشاوي اللي طالعه ترند اليومين دول، المكان ده اخذ الكونسبت ووداه في حته ثانيه خالص. مكان بقى موجود في الدقي 131 شارع التحرير جنب بنك اسكندريه على طول. معاكم جو ناصر، فيلا بينا. لوجو الديزاين بتاع المكان حلو قوي، بس الاهم بقى من كل ده وهو كواليتي الاكل والاسعار. المنيو عندهم صغير قوي، في بس 4 سندوتشات. يلا بينا بقى نخش المطبخ ونشوف الحاجه وهي بتتعمل. ده على اول سيكشن وهو المشويات. تعالوا بقى كده نشوف الحاجه وهي بتتعمل. تعالى بص الشيش والكفته والسجق، الحاجه شكلها رهيب. نخش بقى على تاني سيكشن وهو بقى العيش، وهو بيتخبز من اوله خالص. العيش اصلا هم اللي بيخبزوه من اوله لاخره. يلا بينا. اول مرحله العيش بقى بيتفرد كده وهو عجينه في المكنه دي عشان يطلع العيش الصامون بقى اللي انتوا عارفينه. بعد كده بقى بيترص بالشكل ده. بعد ما بيترص بقى في الطاوله، اخر مرحله بقى وهو بيدخل الفرن بيتفرد كده بالشكل ده جوه الفرن. طبعا العيش هم اللي بيعملوه من اوله لاخره. وبعد ما العيش بقى بيتخبز بيطلع كده، بصوا شكله تحفه. بصوا شكل الساندوتش عامل ازاي. يلا بينا بقى نشوف الساندوتشات وهي بتتعمل. اول حاجه بيفتح الساندوتش كده، بياخد بصل وبقدونس، بقى بياخد صبع الكفته، وبعد كده بياخد طحينه. اقول لكم ايه هم اكتر ساندوتش مشهورين بيه، هو ساندوتش الشيش. بصوا بقى، اول حاجه نفتح العيش بالشكل ده. بعد كده بياخد بقى صوص كايرو اللي هو مميز بيهم، تغرقوا صوص كايرو كده. بعد كده بقى بيتغرقوا شيش بالشكل ده، وكده يبقى الساندوتش خلص. كده نشوف السجق وهو بيتعمل. بصوا هو بياخد بصل وبقدونس، 4 صوابع سجق، هو بيبقى مليان سجق اصلا. وبعد كده بقى بياخد صوص باربيكيو على عسل اللي مفتكسينه. كده احنا خلصنا، فيلا بينا نجرب. نبدا باول حاجه ببوكس ابن المحظوظه، عباره عن ساندوتش كفته وساندوتش شيش ونبيز حلال وشيبس وممباريزو. شكل النبيز حلال تحفه. تعالوا بس نبدا اول حاجه بساندوتش كفته. بصوا بيبقى واخد صباع كفته كده، كفته مع الطحينه حلو قوي. اللحمه مع تتبيله الكفته بسيطه، مش اوفر قوي، جامده. والعيش اصلا العيش تحفه. ندخل بقى تاني ساندوتش وهو الشيش، بيبقى غرقان شيش، والصوص بقى بتاعهم اللي هم صوص كايرو اللي هم عاملينه. يا لهوي على صوص كايرو اللي هم عاملينه، ده جامد قوي. ساندوتش شيش انت مش هتاكله في حته غير من كايرو 365. نبيز حلال تقريبا هم اللي عاملينه في مصر كلها. الازازه شكلها رهيب، هو ميكسات كتير في بعض، جامد قوي. في تيست ازازه كده. هندخل على ممباريزو. بص بقى الممباريزو ده بيبقى ممبار على شكل بوبس كده صغيره. الصوص بقى بتاعهم اول ممبار بوبس هتاكله في حياتك. صوص العسل اللي عليه رهيب، في سنه سبايسي. خش بقى على الشيبس اللي هم بيعملوه، عالمي ده. اول بوكس بقى ده ابن المحظوظه، هيكفي فرد واحد، سعره 195 جنيه. نخش بقى على تاني بوكس. نخش بقى على بوكس ولاد المحظوظ. البوكس ده فيه 10 سندوتشات. بص كل دي اضافات، عملنا بقى اضافات على كل الصوصات اللي عندهم، ما عدا بقى الطحينه والطماطم. كل ده بينزل مع الساندوتش ما عدا الاضافات دي كلها. بص بقى ده بيبقى فيه 10 سندوتشات. البوكس ده بيبقى 3 شيش و3 كفته و2 سجق و3 حواوشي. طبعا بقى احنا جربنا كفته والشيش، فنجرب بقى السجق والحواوشي. بص شكل ساندوتش السجق، الصوص اللي حاطينه على السجق رهيب، في عسل مع باربيكيو رهيب قوي. ده هنخش بقى على حواوشي، بيبقى بقى 3 حواوشي. شكل الحواوشي، حواوشي بقى يعني طحينه. تمسك الطحينه دي، البوكس ده بينزل معاه 3 طحينه و3 طماطم. تمسك الساندوتش تغرقها في الساندوتش. بس كده بقى يا جماعه، دي كانت تجربتنا في كايرو 365 اللي في الدقي. كان معاكم جو ناصر، سلام.